السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنهضروا على واحد المشكل كبير عند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللي هو مشكل التواصل. كيف ما شفنا من بعد الأحداث الأخيرة منذ نهائي الكان اللي جمع ما بين المغرب والسنغال والأحداث اللي رافقاته، فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخلت في غيبوبة تامة، ولم تطل على الجمهور المغربي ولو ببيان واحد مقتضب تشرح فيه سواء وضعية بقاء وليد الركراكي من عدمه، بقاء وليد الركراكي وتغيير طاقمه، أو مستجدات ملف اللي قدموا المغرب من بعد الكاف من بعد أحداث النهائي. كذلك الأخبار اللي ترددت مؤخرا بشأن اعتذار المغرب وانسحابه من تنظيم كان السيدات اللي من المنتظر باش ينطلق هنا في المغرب خلال شهر مارس المقبل، إلى غير ذلك من الملفات والمواضيع اللي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غائبة تماما. وعلى العكس من ذلك شفنا السنغال تعاملت مع أحداث النهائي باحترافية بالغة، وشفناها صدرت مجموعة من البيانات التواصلية، بحيث احنا كمغاربة ولينا كنبحثوا على الخبر من عند السنغال، سواء من الاتحاد السنغالي ديالهم او من الخرجه اللي دارها ايضا رئيس الاتحاد السنغالي ديالهم، واللي كتضرب في فوزي القجع وكتتهموا على انه هو المتحكم في الكاف ويمارس الكولاسه والجوساسه والقوجعه داخل الكاف، وعلى انه هو الوحيد اللي رئيس الاتحاد السنغالي هو الوحيد اللي تمكن باش يتصدى ليه ويوقفوا عند حده الى غير ذلك. وما شفنا حتى شي رد لا من فوزي القجع لا من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ولا هذا ولا ذاك. الاكثر من ذلك حتى من بعد صدرت الاحكام اللي كيف ما شفناها كانت احكام كوميديه وهزليه ومضحكه. واش الجماهير المغربيه ما عندهاش الحق باش تعرف اخر الاخبار والمستجدات ديال المنتخب ديالها الى غير ذلك؟ اذا تخبطات كبيره كتعيشها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من حيث الجانب التواصلي والاخباري على جميع الاصعده. شفناها كيف ما قلنا في هذا الملف ديال الاحداث النهائي ما تواصلتش مع الجماهير ومع الصحافه بشكل نهائي، ما كاين حتى شي بيان، ما كاين حتى شي خرجه اعلاميه ديال حتى شي مسؤول في الجامعه. نفس الشيء بالنسبه للملف ديال المدرب، واش غيستمر ولا ما غاديش يستمر، واش كاين شي تغيير في الاداره التقنيه ولا في الطاقم التقني للمنتخب الى غير ذلك. اذا الجمهور المغربي كيف ما قلنا فهو كينتظر اجابات حقيقيه على هاد الاسئله. اذا هنا باش ما كتبانش الحقيقه وما كيكونش التواصل، فكيتفتح المجال وكيتفتح الباب للاشاعات وللاخبار الكاذبه والى غير ذلك. ولهذا الجماهير المغربيه اول ما تطلبه هو الجانب التواصلي. اذا علاش عندنا الصحافه وعلاش عندنا الاعلام وعلاش عندنا وسائل التواصل؟ باش الجماهير المغربيه توصل يكون عندها المعلومه الصحيحه والمعلومه السليمه. وهنا كيف ما قلنا راه نقطه ضعف كبيره ديالنا كمغاربه اللي متعلقه بالاعلام. وعلاقه بنفس الموضوع كيف ما كنشوفوا مجموعه من وسائل الاعلام ديال هاد الدول الحقوده والدول الحاسده للمغرب ما كتخلي ما كتقول على المغرب في قنواتها الرسميه والخاصه وفي صفحاتها الى غير ذلك. ولكن كمغاربه اعلامنا ضعيف، ما كينشغلش بالرد ويدافع يهاجم من يهاجم المغرب ويدافع على المغرب من كل طرف كيهاجموا.
راه حتى هذا الورش ديال اصلاح الاعلام خاصو يتفتح في المغرب بشكل جدي وبشكل قوي، باش نستغلوا حتى هذا السلاح ديال الاعلام، باش على الاقل ندافعوا على نفسنا ضد كل واحد كيستهدفنا بالتشويش والكذب والافتراء والابتزاز، وزيد من كل اشكال الاستغلال اللي كيديروها. ما بقاش دابا كيديروها فقط غير بعض الدول الجارة، بل العدوى انتقلت لمجموعة من الدول الإفريقية اللي كتحاول تستهدف المغرب في مجموعة من الأمور. إذا عموما كنتمناو باش الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تواصل مع الجماهير وتقول لها اش كاين في الملفات الحساسة والملفات اللي عندها واحد الاهتمام من طرف الجماهير، كيف ما قلنا، سواء في ملف أحداث النهائي وحتى في ملف احتضان المغرب الكان النساء، واش غيحتضنوه ولا لا، واش اعتذروا على تنظيم الدورة، واش غتنظم في جنوب افريقيا الى غير ذلك، وحتى ايضا في ملف المدرب والطاقم ديالو، خصوصا ونحن على ابواب المونديال خلال الصيف